السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم العشاق السردين حضرت معكم وصفه رائعه جدا ديال السردين معمر في الفران بطريقه سهله بزاف وكيجي لذيذ مقرمش رائع جدا، ما تشبعوش منه الا جربتوه بهذه الوصفه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ومرحبا بكم. تابعوا معي الفيديو وعلى بركه الله. بسم الله. عندي هنا في واحد المقله خيزو محكوك في حكاكه غليظه، وكذلك القرعه الخضراء محكوكه في حكاكه غليظه. خيزو حبه كبيره، والقرعه الخضراء كانوا عندي جوج صغارين. وهذيك اللي عندي في الجنب هذيك بصله خضاريه غير وحيده قطعتها بشكل عشوائي، وغادي نضيف عليهم شي شويه ديال الزيت، وغادي نردها فوق النار وانا كنحرك مره مره حتى كيطيبوا مزيان وكيدبلوا. غادي نجيب واحد اناء واحد اخر وغادي نوضعوا فيه كميه لا باس بها من القزبر ومعدنوس، يعني تكون واحد الكميه تقريبا ديال 4 المعالق كبار. وغادي نزيد نضيف 3 فصوص ديال الثوم. الا بغيتو تزيدوا شويه في الكميه ديال الثوم زيدوا، كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا غادي نكتفي فقط بهاد 3 ديال الفصوص. زدت هنايا نصف حمضه مصيره غير اللب ديالها مقطع طريفات صغار، شويه ديال الملحه، وننتبهوا للملحه لانه حتى الحامض مسير كيكون مالح. مهم زدت من بعد التوابل قزبر يابس ومطحون معلقه صغيره عامره مزيان، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال الكمون. وغادي نزيد 2 معالق صغار ديال الحامض، ممكن معلقه كبيره او نصف عصير حامضه. ونزيدو زيت زيتون، ونديرو قياس تقريبا 4 المعالق كبار ديال زيت زيتون. وصافي غادي نخلط هاد الشرموله هادي مزيان مزيان. وإلا بغيتو هنايا تزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه الحك زيدوها، المهم انا ما درتهاش، درت غير هاد المكونات يعني شرموله عاديه. شوفوا معايا داك الخضيره ها هي شحرت لينا مزيان وطاحت. دابا غادي نقسم داك الشرموله على جوج، النص غادي نخليه في الطبسيل اللي كانت فيها في الاول، والنص غادي نضيفوه على داك الخضيره اللي تشحرت. دابا بالنسبه غادي ناخذوا هنايا كميه ديال السردين، كميه حسب عدد افراد الاسره ديالنا، يعني نتوما شحال غادي طيبوا. انا عندي هنا واحد الكميه شويش كبيبره، تقريبا عندي هنا كيلو ونص ديال السردين اللي سبق لي محيده ليه داك السنسل ديالو ومنقيه مزيان مزيان ومغسول. واهم حاجه انه يكون مستقطر مزيان، يعني يكون ناشف. غادي ندوزو في هذاك الشرموله اللي بقات في الطبسيل، غادي نحطو كامل وغادي نحاول انني نشرملو مزيان مزيان، يعني كندوزو كامل بحال هذا الشكل هذا، كندهنوه من داخل ومن برا. انا وضعته كامل وبديت كندير ليه هاد الطريقه هذه، مهم حتى توزعت داك الشرموله مزيان مزيان فيه من داخل يعني من داخل ومن برا. فبهاد الطريقه هذه ها هو شفتوا معايا دابا راني شرملته مزيان مزيان. الا بغيتو تغطيوه وتخليوه واحد شويه يشرب مزيان مزيان هاد الطليقه هذه فخليوه ماشي مشكل. دابا غادي نمشي لداك الخضيره اللي درت ليها النص من داك الشرموله اللي حضرت. غادي نزيد نضيف ليها 4 الحبات ديال الكورنيشو صغيور، غادي نحكو في حكه رقيقه. لهذا في الاول قلت لكم انتبهوا للملحه، لانه الحامض مصير مالح وهذا الكورنيشو هذا مالح، ومازال غادي نزيد الزيتون حتى هو تيكون مالح. يعني الا كنتو غديروا هذه الاضافات هذه انتبهوا للملحه. صافي هنا دابا دوزت داك 4 ديال الكورنيشو بحكه رقيقه، وزدت هنايا زيتون خضر. غير ما تصورتش ليا داك اللقطه تلهيت وما انتبهتش انني ضفت زيتون اخضر. ها هو كنوريكم هنا انني ضفت زيتون اخضر غير واحد شويه هكا، قطعته دوائر وزدت ضفته للحشوه ومزجتها مزيان مزيان، حركت ونتركها جانبا. دابا غادي ناخذوا شي صينيه هكا مهم، ولا طبيصل كبيبر، ولا مهم خذوا اللي بغيتو. كنستف بهذه الطريقه هذه، يعني كنستف وحده وحده باش نحط في الوسط ديالهم داك الحشوه، ونحاولوا نحسبوا يعني باش يجي لينا داكشي هو هذاك، يعني العدد اللي ستفنا هنايا هو اللي نخليوه في الطبسيل لهي، يعني باش ملي ندير الحشوه نفرق عليهم كلهم الحشوه شويه شويه شويه. صافي هكا كنستمر كنفرق عليهم داك الحشوه حتى هاد الحشوه هذه الا بغيتو تضيفوا ليها واحد المعلقه ديال مطيشه الحك ضيفوها. من بعد ما فرقت عليهم داك الحشوه غادي ناخذ السردين اللي بقى في الجهه الاخرى، وكنحاول نهز كل وحده ونديرها فوق وحده اخرى، وكنحاول هكا نجيبهم قد بعضياتهم. يعني الا كانت سردينه كبيره كنحطها فوق سردينه كبيره، كانت سردينه صغيره راه كنحطها فوق سردينه صغيره. وانا غاده بحال هكا كنضغط عليها واحد شي شويه. ومن بعد ملي كملت خديت هنايا
دقيق الفينو اللي هو السميد الناعم جدا. الا بغيتو تاخذوا سميده رقيقه حتى هي مزيانه، يعني اللي كنديروا في البسبوسه حتى هي مزيانه. المهم انا خديت هنايا غير دقيق الفينو. بغيتو عاوتاني تخلطوا ما بين دقيق الفينو والدقيق الابيض تخلطوا، المهم انا خديت فقط دقيق الفينو بوحدو. وكندوزو فيه هاد السردين من الجهات بجوج، نهزوه غير بشويه يعني باش ما تهربش لينا داك الحشوه اللي درنا في الوسط. فبهذا الشكل هذا غادي نستمر وكنستفهم مباشره في الصينيه اللي غادي ندخلها للفران. والصينيه راني فرشت فيها الورق، ومن الاحسن دهنوها بشي شويه ديال الزيت. يعني ملي تفرشوا الورق زيدوا دهنوا الورق كذلك بشويه ديال الزيت، وعاد حطوا السردين ديالكم غير دهنه خفيفه. وكنحطوهم حدا بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كندخلوهم الفران يطيبوا. فران شاعل، الا بغيتوا تشعلوه من التحت ومن الفوق شعلوه من التحت ومن الفوق على درجه حراره 200 درجه. ولكن قبل ما غندخلوهم الفران باش ما ننساش ان ضروري خاصنا ندهنوهم بشي شويه ديال الزيت، يعني باش يعطينا داك اللذه ولا داك المذاق بحال راه قليناه في الزيت، ولكن هو راه حنا طيبناه في الفران. الناس اللي يعني ما تبغيش الزيت وتبغي تقلل من الدهنيات، ما تبغيش الزيت نهائيا، فطيبوه بلا زيت. ولكن الا ما عندكمش مشكل فزيدوا هاد الدهينه ديال الزيت، لانه كيزيد هاد الزيت هذا يعطيه لذه اكثر واكثر. صافي كي شفتوا معايا راني كندهن دهينه خفيفه غير بالشيته، وغير من الفوق ما دهنتش الصينيه. ولكن من الاحسن دهنوا الصينيه عاد حطوا السردين ودهنوا شويه من الفوق ودخلوه للفران على درجه حراره كيف قلت لكم 200 درجه. الا عندكم كيشعل من تحت ومن الفوق شعلوا من تحت ومن الفوق على 200 درجه. الا كان ما كيشعلش لكم مثلا غير من التحت بحال الفران اللي عندي انا كيشعل غير من جهه واحده، يعني نطيب من التحت عاد كنشعل من الفوق، فطيبتهم من التحت على 200 درجه، ومن بعد ملي طابوا عاوتاني شعلت من الفوق 200 درجه. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال السردين ديالنا. شوفوا معايا كيجي مقرمل، كيجي مقرمش، ديك الطبقه اللي من برا كتجي مقرمشه وكيجي فتي من داخل وطري، ومذاق هائل جدا. داك الحشوه اللي درنا في الوسط جات اكثر من رائعه، بنينه بزاف. يعني فعلا غتحسوا انكم كتاكلوا السردين ديالكم بطريقه اللي هي جديده وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله اقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم ومشاهدتكم معايا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، جيمو بارطاجي الا عجبكم الفيديو، وما تنسونيش من شي تعليق زوين. شكرا لكم، تهلاو في راسكم وبسلامه.